ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. عايزين نوصل ل 500 مشترك قبل رمضان. كل عام وانتم بخير، واستنوني في وصفات كتيرة ان شاء الله جاية لرمضان وكده. ويلا بينا نبدأ في الوصفة اللي معانا ونقول بسم الله ونبدأ في المقادير على طول. هنعمل البان كيك بطريقة خطيرة وطعمها حلوة قوي وخفيفة. اول حاجه معانا في البوله بتاعتنا هنحط بيضايه بدرجه حراره الغرفه وعليها نص كوبايه من السكر. هنضربهم كويس جدا لمده 4 دقايق، على حسب برضو انت هتضربيهم على حسب مقدرتك، ممكن 4 دقايق 5 دقايق كده لحد ما يعمل فوم حلو كده والحجم بتاعه يتضاعف. هنحط عليه باكت من الفانيلا، كوبايه من اللبن، ومعلقتين كبار من الزيت، ومعلقه صغيره من الخل عشان نتاكد ان خلاص مفيش لا ريحه ولا زفار للبيض خالص. وبعد كده هنقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. احنا كده خلصنا مكونات السائله بتاعتنا، ونكون مجهزين معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه من الملح، وكوبايه ونص من الدقيق منخولين، وهنحطهم عليهم. القوام بتاعنا بقى في عجينة البانكيك هنخليها مايلة للتقل، لا تقيلة ولا خفيفة قوي. والتقليب نراعي انه ما يبقاش بسرعة، نقلله نقلب بالراحة شوية عشان الهواء والفوم اللي احنا عملناه في الاول ما يروحش. وهنقلبهم بقى ونخلي القوام تقيل شوية. وبعد كده هنجيب الطاسة بتاعتنا وندهنها دهنة خفيفة جدا من الزيت عشان اول مرة ما تلزقش معانا. الطاسة بتاعتنا تيفال، انتي عندك جرانيت ماشي، عندك مش عندك بقى لا تيفال ولا جرانيت وعندك ألمونيا، حطي فيها حبة زيت كده حلوين وجربي فيها واحدة، شوفي الموضوع هيمشي معاكي ولا لا. وحطينا الواحدة، ولما تلاقي بدأ يعمل الفقاعات والبابلز اللي قدامك ديت تقلبيها بقى على اليمة التانية، ودرجة الحرارة تكون هادية عشان تسوي معاكي الحاجة كويس وما تبقيش بتاكلي عجين وخلاص. وخلصنا باقي الكمية، ما خدتش معانا وقت. عايزة اقولك خفيفة جدا وجميلة وطعمها حلو قوي، وهتعجبكم لا مسكرة ولا دلع، لا مظبوطة. والقوام اللي احنا عملناه خلى سمك البانكيك بتاعنا كده حلو ومرتفع شويه، عايزاه مرتفع اكتر تقلي العجين، يعني حطي فيه دقيق كمان. وبعد كده تقدري بقى تحطي عليه الصوصات اللي انت عايزاها. ممكن تحطي العسل الابيض، طبعا البانكيك معروفه قوي انك بالعسل الابيض ان انت تحطي عليها كده من على الوش عسل ابيض. ممكن تحطي عليها صوص شوكولاته، ممكن لو عندك شوكولاته دارك او اللي هي المكعبات دي تسيحيها على حمام بخار وتحطيه على الوش كده مع شويه موز او فراوله او اي فاكهه انت بتحبيها. عايزه اقولك جميله او خفيفه وهتعجبك ان شاء الله، وهتعجب الاولاد. جربوها. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه ولايك وكومنت عشان تدعموني. وعايزين ان شاء الله نوصل ل 500 مشترك قبل رمضان ان شاء الله، واستنوني في وصفات رمضان الفتره الجايه. وهسيبكم بقى تستمتعوا مع نزول كده العسل الخطير دوت ولوحة فنية كده قدامكم، وان شاء الله تجربوها وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش برضو اللايك والكومنت. باي باي.